الرئيس تبون يتكلم على الناتج الداخلي الخام سيبلغ في نهاية 2026 على أقصى تقدير 400 مليار دولار. نسبة النمو سيتم محافظة عليها وهي الآن 4.2%. المهم نتكلموا على هذايا الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار. هذه 400 مليار دولار أنا ما نعرفش الاقتصاد، والله ماني عارف. أنا أصلا مانيش عارف الناتج الخام تاع الجزائر شحال، ما نعرفه، ماني متخصص في الاقتصاد، ودائما نقول لكم أنا حاجة ما نعرف لهاش ما نحبش نهضر فيها. ولكن عندما يستدعي الأمر أنني نتكلم عليها ألجأ واستشير الخبراء، في المجال. إذا كان في الرياضة لازم نتكلم، نسقسي ناس متخصصين في الرياضة. إذا كان في الثقافة نسأل الناس في الثقافة. إذا كان في السينما نسأل الناس في السينما. إذا كان في الاقتصاد نسأل خبراء في الاقتصاد. سألت خبير اقتصادي، سألت أكثر من خبير بصراحة، 2 و 3، لكن خبير من خبراء اقتصاديين قلت له يا أستاذ وش هي القضية هذه وش كذا، فهمني في القضية هذه. قال لي بن زديرة، قال لي نعطيك واحد قلت له وش هي؟ قال لي نعطيك واحد الإحصائيات هذه ديرها عندك وروح بالعقل باش ما تقلقش. قلت له وش هي؟ قال لي تفضل. قال لي الدخل القومي الخام في الجزائر في 2014 كان 214 مليار دولار، 2015 كان 166 يعني هبط، 2016 160 زاد هبط، 2017 ارتفع شوية 170 مليار دولار، 2018 ولا 175 مليار دولار، 2019 172 مليار دولار، 2020 زاد انخفض 145 مليار دولار، 2021 ارتفع 164 مليار دولار، 2022 ارتفع الله يبارك ولا 200 مليار دولار، ارتفاع اسعار البترول وكذا وكذا. 2023 قال لي الان راهو 225 مليار دولار. قال لي شوف الاحصائيات هذه وروح بالعقل. سالته الخبير هذا قلت له وهذا السبب نتاع ارتفاع هذا الدخل القومي وكذا. قال لي قبل، قال لي كان عنده علاقه باسعار البترول كانت منخفضه. قال لي ابتداء من 2020 21 اسعار البترول ارتفعت، اذا المدخول زاد. بالاضافه الى نقطه اخرى مهمه قال لي وهي انه الصادرات من خارج المحروقات. قال لي لانه الجزائر هذه الواردات 200 مليار و240 مليار و225 مليار اللي انا حققناها في 2023 هذه ماهيش من المحروقات فقط. احنا قال لي المداخيل تاعنا محروقات. قال لي مثلا ايام بوتفليقه الله يرحمه لما كان الدخل القومي ايام بوتفليقه مثلا 2016 17 قال لي 160 170، قال لي هذه كلها من البترول والغاز يعني من المحروقات. عندنا 1.8 مليار دولار من خارج المحروقات، 1.8 مليار دولار من خارج المحروقات فقط، اما الباقي كلها محروقات. يعني تخيل ايام بوتفليقه عندنا 100 اللي طلعت ولات مثلا 175 في 2018 175 مليار دولار، فيها 1.8 اللي هي نقولوا 2 مليار دولار من خارج المحروقات، معناتها 173 مليار دولار محروقات. اوكي. قال لي لكن في 2022 2023 خارج المحروقات قال لي ولات كاين امور اللي نصدروها من خارج المحروقات. قلت له مثلا، قال لي مثلا الان اللي عندنا مواد الاساسيه اللي رانا نصدروها، قال لي عندنا بالدرجه الاولى الحديد راهو يساعد في جلب العمله الصعبه وفي طبعا تنويع الصادرات. الدرجه الثانيه قال لي الاسمنت ومشتقاته، طبعا لانه يعني الجزائر منتجه ونصدروا لدول عديده بينها تونس وسموها موريتانيا، دول السنغال، دول كثيره. قال لي بالاضافه الى بعض المواد الفلاحيه، مواد فلاحيه، قال لي منتجات فلاحيه بما فيها التمور، بما فيها الخضر تاع واتسوف اللي تروح لبعض الدول، بما فيها قال لي هذو 3 مواد، يعني هذو 3 عناصر اساسيه
اللي الجزائر فيهم صادرات.